بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. والله بدري يا شهر الصيام، رمضان خلص يا ولاد. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا في أتم الصحة وأحسن الأحوال يا رب. ربنا يا رب يجعل أيامكم كلها أعياد وأيامكم كلها سعادة وفرح. اللي في الامتحانات ربنا ينجحه، واللي عايز يتجوز ربنا يفرح قلبه، وربنا يتقبل مننا يا رب شهر الصيام. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبي. معانا ايه؟ معانا الترمس الجميل ده. طبعا انا نقعته من بالليل، وتاني يوم طبعا يا حبايب قلبي حطيته على البوتاجاز كده، غليناه كده معانا. غسلته حلو وحطيته ايه في الودات الحمص. طبعا انا كنت هعمل الحمص دوت واعمله نفس الطريقه اللي انت هتشوفوها التانية دي. فاسراء قالت لي لا يا ماما، انا عايزه حمص الشام. قلت لها حاضر. فانا نقعته برضو من بالليل، وتاني يوم حطيت عليه ميه مغليه وغليناه معانا. وجبنا الفول ده طبعا نقعته من بالليل هو كمان، وصفيته من الميه الصبح، وحطيناه على البوتاجاز كده. بحمره من غير زيت ومن غير اي حاجه، حمرته في الطاسه كده بس. ماشي حبايبي. المفروض بعد ما تحمري تكوني محضرة مية سخنة، وعليها شطة وعليها بابريكا وعليها ملح. تمام. بس انا بصراحة سبته وعملت له المية بتاعته في الكتل. تمام. معلش انا اسفة على الصوت. طبعا معانا الحمص اهو. حطيت طبعا طماطميتين، وحطيت مكعبين ماجي، وحطيت توم بودرة طبعا، وحطيت ايه تاني؟ اللهم صل على رسول الله. حابة انت تحط شطة بقى حطي. مش عارفة انا نسيت حاجة ولا لا، لان التليفون اللي جانا ده خلاني، معلش انا اسفة. طبعا خدنا شوية ترمس من ده، حطينا في المية بتاعته برضو شوية شطة، شوية ملح، شوية بابريكا، وبناخد شوية بشوية من اللي احنا عاملينه. تمام. مش بحطه كله مرة واحدة. وتعصر عليه الليمون وتاخدي منه تخلصيه وتعملي غيره. حطينا طبعا حمص الشام طبعا استوى معايا. حطيته هنا وحطيت عليه الليمون اهو. انت حابة تزودي شطة بقى زودي. والفول ده طبعا زي ما قلت لك هتخرجيه لما تخرجيه من الطاسة بعد التحمير، تكوني مجهزة المية دي على طول ينزل فيها وتخرجيه منها، بيبقى تحفة. بس انا قلت لكم خرجته للامانه. عملت الميه في الكتل، وحطيت عليها شطه، وحطيت عليها ملح، وحطيت عليها بابريكا. تمام. وغطيت عليه عشان يطرى معانا. اما الحمص اللي انتوا شايفينه ده كان غير التاني. غليته وحطيت عليه بابريكا وشويه ملح، ودخلته الفرن اتحمر في الفرن زي ما انتوا شايفين كده، مقرمش وتحفه تحفه تحفه. ومعانا الترمس جميل اهو، ما شاء الله ولا قوة الا بالله. طبعا وعندنا زداني وعندنا بونبوني والكحك طبعا اللي احنا عملناه، وكل حاجة هنحطها طبعا. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بقول لكم على الترمس ده بنعمل شوية بشوية يا ولاد، على حسب انت ما هتاكلي منه. تمام. والحمص اللي انا حمصته في الفرن ده تحفة تحفة، جميل جدا. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. كل سنة وانتم طيبين يا رب. ما كنا ناسي حاجة الحمص، لان بصراحة زي ما بقول لكم التليفون اللي جانا ده بيخلي الواحد يفصل. طبعا كلكم شاطرين وكلكم بتعملوا، وما شاء الله عليكم، الله اكبر عليكم. لان حمص الشام ده في ناس بتكتر شطة فيه، طبعا انا ما حطيتش شطة خالص. اللي محتاج يحط يبقى يحط هو بقى بنفسه، لان انا حطيت شطة للفول وحطيت للترمس. تمام. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي مرة تانية، وعيد سعيد، عيد مبارك عليكم وعلى حبايبكم. يا رب يجعلها سنة خير وسنة فرح، واللي نفسه في أي حاجة يعملها يا رب يفرح قلوبنا بولادنا، ويا رب يفرح قلوبنا يا رب بزيارة الحبيب. يا رب السنة اللي جاية نكون كلنا جميعا عند رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ادعوا لنا في الكومنتات يا ولاد إن ربنا يكتبها لنا جميعا يا رب، نحج بيت الله في رعاية الله يا حبايبي. كل سنة وانتم طيبين.